عندك احساس بالتنميل او الشكشكه او الخضران في رجليك، وبالاخص في مشط رجليك، سواء بقى رجل واحده او الرجلين. وطبعا الاحساس دوت اللي مضايقك ومخليك مش قادر تقف شويه او تمشي شويه من احساس التنميل والخضران دوت. تعالى بقى ببساطه جدا في الفيديو دوت نعرف ايه هي الاسباب المختلفه لتنميل او خضران الرجل، واللي اكيد اللي عندك هو سبب من الاسباب ديت، واللي اهم طبعا من اننا نعرف الاسباب اننا نعرف بقى ازاي نعالج المشكله دي. وبدون كلام كتير خلينا على طول نخش في الاسباب. واول سبب معانا هو بسبب حاجه اسمها متلازمه نفق الكعب. وبكل بساطه عشان خاطر تعرف ايه المشكله ديت، ببساطه العصب اللي نازل عشان خاطر يدي احساس لمشط رجلينا بيعدي من خلال فتحه كده هنا او قناه هنا كده. القناه ديت معموله من خلال العظم، عاملين كده زي قناه، العظم اللي موجود في الحته ديت عامل زي قناه كده. القناه ديت معدي فيها العصب ده، والقناه من فوق مقفوله بغشاء، يعني في غشاء عشان خاطر يحافظ على الحاجات اللي معديه في القناه دي. طيب لو القناه ديت بقى حجمها قل، بيحصل ان يتضغط على العصب اللي هو معدي يدي احساس لمشط رجليك، فبالتالي لما بيتضغط عليه فبيحصل فيه التهابات، فبالتالي بقى بتحس باحساس الشكشكه والتنميل والخضران اللي في مشط رجليك ده. طيب هو اصلا ليه حصلت المشكله ديت؟ ببساطه جدا، اول حاجه معانا الفلات فوت. الفلات فوت اللي بيغير من شكل عظم رجليك، فبالتالي بيغير من شكل القناه اللي هي معموله من العظم ديت اصلا، فيقلل بقى من حجمها فيضغط على العصب. او ان انت تكون بتحمل على رجلك كتير، سواء بقى وزنك زياده فبالتالي بتحمل على رجلك، او ان انت بتعمل مجهود كتير على رجلك. طب ازاي بقى اعرف ان انا فعلا عندي السبب دوت والمشكله ديت؟ ببساطه جدا هتلاقي ان الاعراض عندك والتنميل والخضران في مشط رجليك تحت، ممكن يطلع فوق شويه لغايه الحته ديت، ولكن عمره مثلا ما يبقى في السمانه او في فخدك مثلا او في الخلفيه. فالتنميل والخضران بيكون تحت كده في مشط رجليك. كمان هتلاقي ان في سخونيه بقى مع احساس التنميل والخضران ده. كمان لو جينا في المنطقه ديت كده وقمنا جينا فضلنا نخبط في المكان ده كده، نفضل نعمل خبطات كده، لو لقينا ان الالم واحساس التنميل والخضران زاد في مشط رجلينا، دي برضو حاجه بتقول لنا ان هو فعلا دوت السبب. تالت واخر حاجه معانا بتعرفنا ان احنا لو خدنا مشط رجلينا علينا وطلعناه لبره كده، يعني انا اهو مشط رجليا اهو خدته عليا وزقيته لبره كده، وفضلت في الوضع دوت حوالي 30 ثانيه. اثناء ال 30 ثانيه لو الالم والتنميل والخضران زاد عليا كده، دوت برضو حاجه بتاكد لي ان انا عندي المشكله دي. الاختبار تاني اهو، انا باخد مشط رجلي عليا اهو بايديا وبطلعه لبره، يعني بزقه لبره كده وعليا، واثبت في الوضع دوت لمده 30 ثانيه. لو احساس الالم والخضران زاد عندي يبقى كده هي فعلا ديت المشكله. طب ازاي بقى اقدر اعالج المشكله ديت؟ ببساطه جدا، الحمد لله كنا عملنا فيديو عن علاج المشكله ديت بالتفصيل، ناس كتيره جدا الحمد لله استفادت منه. هسيب لك الفيديو فوق، وكمان هسيبه لك في صندوق وصف الفيديو، تقدر تروح تتفرج عليه وتعمل التمارين اللي فيه، ان شاء الله هتكون مفيده جدا ليك باذن الله. ودوت كده كان اول سبب معانا. وتاني سبب معانا بيكون بسبب انزلاق الغضروف، انزلاق الغضروف القطني. لان بكل بساطه عند منطقه الفقرات القطنيه بتطلع اعصاب كده من فتحات على جانبين الفقرات، على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال. الاعصاب ديت دورها انها تنزل تدي اشارات للعضلات بتاعه رجليك عشان تحركها، وكمان بتدي احساس لرجليك كلها. طيب لو حصل بقى ان حصل انزلاق في الغضروف في المنطقه القطنيه دي، فبالتالي انزلاق الغضروف بيعمل التهابات، فالالتهابات هتاثر على الاعصاب. واحد بقى من الاعصاب ديت هي الاعصاب اللي نازله لمشط رجليك، فبالتالي بقى يعمل عندك احساس التنميل والشكشكه والحرقان اللي انت بتحس بيه ده. طب ازاي اتاكد ان انا فعلا التنميل اللي في مشط رجليا بسبب انزلاق الغضروف؟ عن طريق شويه حاجات. اول حاجه انك مش هتلاقي التنميل دوت موجود بس في مشط رجلك، دوت نادر جدا، هتلاقي كمان التنميل موجود فيه حته كمان في رجليك، يعني مثلا موجود في الخلفيه، موجود في السمانه، موجود في المقعده، موجود مثلا في فخدك من قدام. فبيكون في وجود تنميل وشكشكه في مشط رجليك مع التنميل وشكشكه في حته في رجليك كمان. تاني حاجه هتلاقيك ان انت بتشتكي من الم في اسفل ظهرك بنسبه كبيره، مش دايما ولكن بنسبه كبيره. تالت حاجه معانا بقى هو كام كده اختبار هنعملهم بالظبط، اختبارين، وهو هنعتبر ان احنا عندنا المشكله او التنميل دوت في رجل واحده بس، لان في الغالب انزلاق الغضروف بيعمل الاعراض في رجل اكتر من رجل. فنعتبر مثلا ان المشكله في الرجل الشمال. فلو انت كنت نايم كده وجيت خدت مشط رجلك عليك، يعني مشط رجلي باخده عليا اهو كده، وفردت ركبتي ورفعت، وانا برفع كده حسيت ان في تنميل او التنميل اللي عندي والشكشكه زاد جدا، دي كده حاجه تقول لي ان فعلا التنميل اللي عندي بسبب انزلاق الغضروف بقى هو اللي عمل لي التنميل ده.
تاني اختبار معانا ان انت بترفع رجليك كده وبتمسكها بايدك، وبرضه بتاخد مشط رجلك عليه وبترفع. برضه لو انت وصلت كده انك وانت بترفع عند درجه من الرفع لقيت ان اعراض التنميل والشكشكه والحرقان زادت، دي تاني حاجه تاكد لك ان انت فعلا احساس التنميل اللي عندك دوت بسبب انزلاق الغضروف. طب اعمل ايه بقى؟ ببساطه جدا اول حاجه لازم تعملها انك تتوجه لدكتور مخ واعصاب عشان خاطر يشوف حالتك واصله لفين بالظبط، وكمان عشان خاطر يديك العلاج الدوائي اللي بيساعدك بقى بتقلل الالتهابات اللي حصلت نتيجه انزلاق الغضروف دي. كمان الدكتور بتاع المخ والاعصاب بيحولك لدكتور علاج طبيعي بيعمل لك برنامج علاجي بيساعدك انك تتخلص من المشاكل اللي عملها انزلاق الغضروف دي. وكمان الحمد لله كنا عاملين هنا على القناه تمارين هتساعدك جدا وساعدت ناس كتيره جدا ان هم يتخلصوا من مشاكل انزلاق الغضروف واللي بقى عملت عندك مشكله التنميل والخضران والشكشكه اللي في رجليك دي. بس طبعا التمارين دي حاجه مكمله مع زيارتك لدكتور المخ والاعصاب والمتابعه المباشره مع دكتور علاج طبيعي في العياده. ودي كده بسيطه جدا كان تاني سبب معانا بيعمل احساس التنميل والخضران في مشط رجليك. تالت سبب معانا هو بيكون بسبب مرض السكر واللي مش متظبط. يعني عادي ممكن يكون ناس عندها السكر ولكن مظبطاه ما يحصلش عندهم اي مشكله، ولكن بقى الناس اللي عندها سكر ومش مظبطاه ممكن يبتدي عندهم اعراض ومنها بقى احساس التنميل والشكشكه واحساس الخضران اللي في رجليك ده. ولكن في كده شويه علامات تقول لك ان فعلا هو ده السبب اللي عندك. طبعا اول حاجه ان انت لو بالفعل عندك سكر فانت كده تتاكد ان هو دوت السبب. تاني حاجه ان الاعراض ما بتكونش في رجل واحده، لان دي حاجه سيستماتيك، حاجه عموما في الجسم. فهتلاقي ان الاعراض في رجليك الاثنين، في مشطين رجليك الاثنين، وكمان ممكن تلاقيهم في ايديك الاثنين جم كمان في نفس الوقت. فدي كده حاجه تقول لك ان انت فعلا الخضران والتنميل اللي عندك في رجليك بسبب مرض السكر. طبعا هتعمل ايه؟ اكيد هتروح لدكتور السكر بتاعك او دكتور الغدد اللي انت متابع معاه وتظبط بقى من مستوى السكر بتاعك عشان خاطر الموضوع ما يزيدش ويتضاعف. ودوت كده كان تالت سبب معانا. الرابع واخر سبب معانا مش بيكون سبب مرضي، بيكون سبب طبيعي جدا. ان انت لو قاعد فتره وتاني رجليك مثلا قاعد في وضع معين، لما بتيجي بقى تغير من الوضع دوت بتحس بتنميل وخضران في رجليك، دوت طبيعي لان اثناء قعدتك كنت عامل ضغط على الاورده، فبالتالي الدم اللي كان واصل كان قليل، فبالتالي بقى عقبال ما الدم بيرجع تاني بتحس كده بشويه تنميل وخضران. فده طبيعي جدا وبيقعد لثواني قليله. ولكن لو بيقعد معاك شويه اكتر من الطبيعي، يعني بيقعد كده معاك شويه، يعني بيقعد اكتر مثلا من 3 ثواني او 5 ثواني، محتاج ان انت هنا كده تزود من وجود السوائل في جسمك، لان في الغالب بيكون عندك نقص في السوائل. فمحتاج بقى ان انت تهتم تشرب سوائل، واللي طبعا على راسهم الميه. اشرب طبعا ميه كتير جدا على قد ما تقدر، كل مثلا ساعه كده اشرب لك كوبايه ميه او كل نص ساعه على قد ما تقدر، هيكون مفيد جدا ليك. وبس كده. ودي كده كانت ببساطه جدا الاسباب اللي بتعمل عندك احساس التنميل والخضران والشكشكه اللي موجود في مشط رجليك. وطبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بيه ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيفرق معانا جدا وبيوصل الفيديو لناس تانية هم كمان يستفادوا بيه. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.